معاكم كيم هاجر، وفي الفيديو النهاردة هنعمل ألبوم جيني. فلو عجبكم الفيديو ده ما تنسوش تحطوا لايك، تشتركوا في القناة، تفعلوا الجرس عشان يوصلكم إشعار بكل فيديو جديد أنا بنزله في القناة. وما تنسوش لو انتوا حابين تطبعوا الألبوم وتعملوه روحوا اطبعوا الألبوم، وقفوا الفيديو كده وروحوا اطبعوا الألبوم من على بنترست، لأنه هتلاقوه وقت نزول الفيديو ده على بنترست بإذن الله. وهتلاقوا بنترست تحت في صندوق الوصف لو عجبكم يعني الفيديو ده وحابين ان انتوا تعملوا ألبوم. وكمان هتلاقوا الألبوم التاني اللي احنا عملناه في الفيديو اللي فات. النهارده هنعمل ألبوم جيني، واول حاجه هنبتدي بيها هي الفوتو بوك، عشان هو موله كبير. يعني هو تحسوا ان هو حاجه سهله، بس هو لا، هو يعني خطواته اكتر بشويتين من حتى الفوتو كارد. المهم هبتدي ان انا اقص الزياده بتاعه الورق، لاني الالبوم كان فيه زياده في الورق لما انا طبعته. ابتديت ان انا اقص بس الزياده، وابتديت ان انا احط الصور اللي هي شبيهه لبعض او ليها نفس السيم مع بعض، عشان هلزقهم في ظهر بعض، يعني ظهرهم في الظهر التاني، وهلزقهم عشان تبقى الصوره في وشين مش بوش واحد. فاهميني؟ اتمنى كنت شرحتها صح، يعني ما كنتش شرحتها غلط. المهم هنبتدي بعد كده، بعد ما نلزقه كلهم. انا لزقت بالجلو ستيك لان هو احسن لزق ان انتوا تلزقوا بيه ورقتين، خصوصا لو ورقتين من السمك اللي هم خفاف، فيعرفوا يعني تعرفوا ان انتوا تلزقوهم كويس من غير ما يعملوا من غير ما يدوبوا. تمام. كمان دوست عليهم كده بالجلو ستيك بحاجه تقيله، يعني تقدروا ان انتوا تدوسوا عليهم باي حاجه. انا دوست عليهم بغطا الجلو ستيك كده، ابتديت ان انا امشي بيهم عشان افرغ اي هواء ما بين الورقتين، المهم ما بين الورقتين. وبعد كده شلت كل الزوايد اللي موجوده. يعني انا ممكن صورة مني تميل كده فيبقى في حز ابيض، فالحز الابيض البسيط ده انا شلته عشان يبقى الجودة بتاعة الفوتو بوك قريبة جدا من جودة الالبوم. فابتديت برضو اشيل كل الزوائد البيضة دي، هي زوايد خفيفة جدا هتلاقوها. بعدين كده ابتديت ان انا اتنيها، وهبتدي ان انا اعمل الغلاف الخارجي للفوتو بوك. وهبتدي ان انا اعمله. هو مقاس الغلاف الخارجي مقاسه 20 في 15، 20 في الطول و15 بالعرض، والقطعة الصغيرة اللي في النص مقاسها 20 في 2.5 تقريبا او 2 حاجة زي كده. طيب بعد كده هبتدي ان انا اغلف الكرتونة بتاعتي بالدبل فيس، عشان هبتدي ان انا اغلفها بلوحة سودة، لان السيم بتاع الالبوم اسود في احمر. ف هما دايما اي البوم بيبقى الثيم بتاعه لونين، في لون بيبقى ازيد من لون، بس بيبقى لونين دايما. وكمان في نوعين من الالبومين. النوع بتاع جيني ده نوع الالبوم اللي هو بيكون الفوتو بوك بتاعه اصلا شامل كل حاجه، يعني هو الالبوم ذات نفسه. فاهمني؟ وفي نوع تاني زي مثلا البوم ناين اللي احنا عملناه السنه اللي فاتت، اللي الصوتي ما كانش موجود فيه، واكتشفت بعد نزول الفيديو بفتره كبيره جدا اني الصوت ما كانش موجود في الفيديو، وكنت هنزله لكم تاني بس انا ما لقيتوش للاسف، لان الهارد اللي على اللي فيه الفيديو الاساسي حرق، باظ، مش عارفه والله حصل له ايه، عايزه اصلحه، دايما بنسى الحاجات دي. المهم ف ما حصلش نصيب ان انا انزله تاني، فعملت لكم الالبوم ده عشان يبقى مرجع ليكم، وباذن الله هنزله بصوت المره دي. هنا كنت بغلف، وطبعا انتوا عارفين التغليف بتاعي مش محتاج شرح، عشان لما بشرح زيادة عن اللزوم بحس ان انا يعني خربت الدنيا خالص. فبلاش شرح، انتوا شايفين الالبوم متغلف ازاي. ففي نوعين من الالبوم زي ما انا قلت لكم كده. في نوع بيكون موجود في علبة، العلبة دي بتشديها فبتطلع بقى الفوتو بوك والحاجات وكتيب تاني بيكون موجود فيه السي دي والفوتو كارد والبوستر والحاجات دي، او البوستر والكارد والحاجات دي بتكون موجودة برضو في البوكس، او في فوتو بوك كده، وكمان جواه كل الحاجات الفوتو كارد والحاجات دي، هما بس بيبقوا الالبومات كده. المهم ابتديت بعد ما خلصت التغليف ابتديت ان انا اجمع كل 3 صور او صورتين مع بعض، عشان اسلم حل ان انا اعمله هو ان انا ادبسها. فابتديت ان انا ادبسها على كرتونه كده، يعني اللي تحت دي كرتونه، وابتديت ان انا ادبسها. طبعا الدبوس ما اتقفلش، لان انا عامله الدباسه ان هي ما تقفلش الدبوس،
فابتديت ان انا اقفله بقى يدوي بايدي. لو الموضوع يعني لو انتوا صغيرين ما تعملوش الموضوع ده عشان مش حلو، ممكن يعني خلوا حد يساعدكم، فاهمه، حد اكبر منكم يساعدكم شويه. بس فالموضوع لطيف خالص. وخلصنا كل الصور، وبعد ما خلصنا كل الصور هبتدي ان انا الصور دي الزقها في الفوتو بوك من جوه. برضو ما لقيتش اسلم من حل ان انا الزقها بشمع، والله العظيم مش عارفه خطرت في بالي ايه يعني. بس هو اول حاجه جت في دماغي اول ما شفت الفوتو بوك، عماله اقول انا هلزقه بايه، لو دبل فيس مش هيثبت، لو حتى مش فاكره الالبوم. عارفين ان انا فتحت البوم نايون كمرجع ليا انا نفسي، لان انا في حاجات نسيتها. فحسيت ان انا هو مرجع كويس جدا بجد. ف افتكرت منه شويه حاجات كده فعملتها. المهم المره دي بقى المفروض في البوم جيني في زي ظرف كبير كده محطوط بقى فيه الستيكر والفوتو كاردز، لا مش السي دي، البوستر، وفي كمان التذكرة، وفي الحاجات التذكارية اللي مع الألبوم أو الحاجات الإضافية اللي مع الألبوم. أنا إنسانة فاشلة في عمل الجوابات. هو جواب كبير، هو المفروض جواب كبير أو ظرف كبير كده، أنا فاشلة. حاولت والله، جبت فيديوهات وتعلمت، حاولت، أنا فاشلة جدا. هل الغلط مني؟ الله أعلم. هل الغلط من إن أنا بقيس بالمسطرة غلط فالحاجات مش موصلة لبعض؟ يمكن، مش عارفة والله، مش عارفة السبب من ايه، بس ما بيطلعش معايا مظبوط. فابتديت ان انا الزقه، برضو لزقته بالجلو ستيك من جوه ومن بره عشان اثبت الدنيا كده اهوت. وهبتدي ان انا افتح فتحه عشان البوز المهم عشان الجزء اللي هو المدبب من الظرف ده يبتدي ان هو يخش فيه الجزء ده. بس عشان اعمل كده ممكن ابوظ الظرف من الناحيه التانية، فابتديت ان انا ادخل مسطره تكون بلاستيك كده او اي حاجه. المسطره دي مش بستخدمها كتير اصلا، انا عشان ما لقيتش المسطره النظيفه اللي انا بستخدمها في الفيديوهات فاستخدمت دي. حقيقي يعني انا صراحه معاكم جدا. استخدمت دي ودي عادي، دي متخربشه ودي متبهدله. بصوا والله العظيم بس محترمه، قاعده معايا ما بتضيعش، التانية اللي بتضيع. المهم ابتديت ان انا اقص الظرف كده، وابتديت ان انا الزقه. انا كنت مسببتاه بمشابك كده عشان كنت خايفه الستيك ما يثبتش الورق كويس، عشان الورق ده تقيل يعني. ده لوحه اسمها ايه، لوحه كانسول، فالجرامات بتاعتها ما كانش تقيله قوي، بس كانت متوسطه، كنت جايباها متوسطه عشان ما لقيتش اضعف من كده. بس يعني الحمد لله ان الموضوع مشي زي الفل. المهم ابتديت ان انا اجيب كده الصور بالترتيب اللي انا عايزاه اللي انا حباه، وابتديت ان انا اثبته، وهبتدي ان انا اخد 3 صور ب3 صور، وابتدي 3 صور اللي احنا مجمعينهم بدبوس، وهبتدي ان انا الزقهم بالشمع. يعني والله العظيم فضلت افكر كتير هلزقهم بايه، ما لقيتش فكره غير الشمع. بس ابتديت ان انا يعني اظبط الكتيب كده عشان يقفل، يعني كنت خايفه قوي من موضوع ان ما يقفلش. ودي الغلطه اللي انا عملتها، والله مش عارفه هي غلطه ولا يعني سهل عليا والله، انا بنسى. المهم دي غلطه بسيطه انا عملتها، وهي اني المفروض الالبوم بتاع جيني الوش بتاعه فيه صوره لجيني واسم الالبوم واسم جيني في الجنب، فانا نسيت الموضوع خالص مع اني كنت طابعه الصوره. فانا قلت طب انا هحطها كده، لقيت شكلها مش حلو خالص، لان الاسود بتاع الصوره فيه لمعه فمبين ان هو اسود باهت، لكن اللون الاسود بتاع الفوتو بوك او اللون الاسود اللي انا مستخدماه اللي هو ورق اللوحه اللي انا مستخدماه هو لونه اسود كاتم مفيهوش لمعه، فمش مبين، حاسه ان في فرق كبير ما بينهم، فاهمني؟ فكنت محتاجه ان انا اقصه كده، وكنت الصراحه خايفه جدا من المرحله دي لاني معيش الا الورقه دي. كنت اصلا الساعه، كنت بصور لكم الفيديو ده تقريبا بتاع الساعه 3-2 الفجر، واكيد مش هنزل اطبع، اكيد مش هنزل اطبعها، مش هلاقي اصلا حد فاتح، ويعني هستنى بقى لتاني يوم. وانا ما بحبش خالص لما اصور فيديو في يوم يكون حاجه ناقصه مني كده، بحس ان انا متعكره جدا من الفيديو ده. فالحكايه دي لازم تعرفوها عني، بحس ان الفيديو ده لا مش مبسوطه وانا بعمله، فبحب يكون المكونات كلها موجوده يعني حواليا. بس
حاسه ان انا بعمل مقادير والله، يعني انا لو طباخه مش هستخدم ده كله. المهم هبتدي ان انا الزقهم، وزي ما انا قلت لكم هلزقهم بالشمع، كل 3 صور مع بعضهم، وهلزقهم بالشمع، والصور هلزقها بالترتيب اللي انا احبها، زي ما انتوا هتلزقوها بالترتيب اللي انتوا تحبوه. وبعد ما هنلزق الالبوم بتاعنا بالترتيب اللي احنا نحبه، هنبتدي بقى نحط الحاجات الاضافيه في الالبوم زي السي دي زي البوستر. احنا بس هنعمل 3 حاجات تانية غير بعيدا عن الفوتو كارد والستيكر، لان الفوتو كارد والستيكر انا كنت عاملاهم اصلا قبل الالبوم، قبل ما اعمل الالبوم، او قبل ما كان نيتي ان انا اعمل فيها الالبوم من زمان. الفوتو كارد عملته في فيديو الفوتو كارد الاخير اللي نزل على القناه. وكمان في فيديو الستيكر ده كنت اصلا طابعه ستيكر في العتبه قبل كده، فكنت طبعا من ضمنهم الستيكر بتاع الالبوم ده، فهتلاقوني ان انا بدور عليهم اهو في وسط الستيكر اللي انا طبعاه. والستيكر ده انا اللي عاملاه، حبيت ان انا اقول لكم كده. هتلاقي برضو فيديو الستيكر ازاي تعملوا ستيكر، هتلاقوه برضو في برضو في اواخر الفيديوهات اللي انا منزلاها. برضو كان في فيديو الستيكر من فتره كنت منزلاه، يعني فتره قريبه جدا. وبرضو لو حابين ان انا احطه لكم في اول تعليق مثبت، يعني قولوا لي وانا هحطهم لكم في اول تعليق مثبت الاثنين الفيديوهين، الفوتو كارد والستيكر. فكنت بوريكم الفوتو كارد. لسه عندي فوتو كارد تاني لجيني والله، يعني غير الفوتو كارد دي، بس انا اخترت الفوتو كارد المميزين. هما في الالبوم في 4 فوتو كارد، في 2 خلفيه حمراء وفي 2 خلفيه سوداء، فانا خدت الاثنين نفس النظام زي الالبوم بالظبط. هبتدي ان انا اعمل ايه دلوقتي. هعمل البوستر، وفي غلطة انا عملتها في البوستر لازم تكونوا واخدين بالكم منها، ان انا غلفت البوستر من الخلف ب المفروض كنت غلفته بورقة خفيفة، لان انا كمان هغلفه من قدام بطبقة شفافة عشان تحمي البوستر، بس انا ما خدتش بالي خالص، فالبوستر طلع بشع. يعني كلمة بشع الصراحة انا بوظته، يعني هو مش بشع، هو انا بوظته، انا بعترف خلاص انا بوظت البوستر، ما كانش احسن حاجة يعني. اوكي، ليه بقى مش احسن حاجة؟ لان انا هبتدي ان انا اتنيه دلوقتي، انا هتني البوستر دلوقتي لان هو اصلا بيبقى موجود في الالبوم متني يعني، فهتنيه دلوقتي هيطلع مش حلو خالص. المهم يعني دي غلطة. وبعد كده غلفوا الجزء اللي ورا بأي ورق تاني خفيف، عشان انا لزقته بجزء تقيل من قدام وجزء تقيل من ورا، فالموضوع كان حلو خالص. المهم الدنيا حلوة، عادي خلاص بوظنا الدنيا، خلاص نصلح الباقي. المهم هبتدي ان انا اعمل التذكرة سهلة جدا. انا جبت الخلفية بتاعت التذكرة وجبت الصورة اللي عجباني، هي الصورة برضو قريبة من الصورة بتاعت التذكرة او تقريبا هي، وهبتدي ان انا اقصها والزقهم في ظهر بعض، مش محتاجين اي افتكاسة في ده. وهبتدي ان انا الزقهم في بعض في ظهر بعض، وهبتدي ان انا عارفين باي مقص عارفه، حتى المقص العادي خالص، هبتدي ان انا اقص زياده، وكمان هقص نص دايره من الحروف كده، من الحروف اكنها معضوده، فاهميني، اكنها عضه، هو ده. بس انا قررت ان انا اقصها بالمقص المشرشر اللي عندي، ما كانتش فكره يعني حلوه خالص، 50% لان انا كنت هبوظها، بس الحمد لله صلحت الدنيا في الآخر. وهبتدي ان انا انقط من الجزء بتاع التذكرة كده زي ما هو كان موجود، هنقط بأي دبوس، جبت دبوس او قطر او اي حاجة، او مقص، بس مقص يكون بوزه رفيع شويتين. وهبتدي ان انا انقط نقط كده عشان تبقى زي التذكرة اللي بتتقطع، عارفينها، هو ده بالظبط. في حاجة كمان في الألبوم، هي المفروض ان هي اسطوانية كده، حاجة اسطوانية، او هنبتدي في السي دي. المهم هخلي لكم الحاجة التانية في الآخر. السي دي من ايام ما كنت في اعدادي، شايفين كانوا بيدونا ايه من ايام في اعدادي. كانوا بيدونا في الكتب المدرسيه، كان بيدونا معاها سي دي موجود فيه بقى المحادثات والحاجات دي اللي تبع اسمه ايه يا رب، اللي تبع الكتاب يعني. المهم يعني ما استفدتش بيها حاجه،
كانت عندي واحدة منهم، والله كل سنة كانوا بيدونا CD زي كده على حسب اللون بتاع الكتاب كان بيتغير. اللون ده أخضر، يعني كان في أولى إعدادي، تانية إعدادي، تالتة إعدادي كان أخضر مثلا ولا حاجة، وبعد كده كان أزرق، وبعد كده كان لون تاني. حاجات المهم يعني استفدت في الآخر بيها. هي كان موجودة عندي قديمة يا جماعة، بايظة، مش سليمة خالص، يعني استخدموا الحاجة اللي عندكم اللي هي انتم مش هتستفادوا بيها، فاهميني؟ ابتديت ان انا الزق عليها صورة الCD، و شلت الجزء اللي في النص من الCD عشان يبان ان هو CD فعلا. ده الجزئية دي انا مش عارفة اسمه ايه، بس هي مش جزئية حلوة خالص انا عملتها، يعني هي حاجة كده في الألبوم برضو، المفروض بتاعة مدورة زي اسطوانة الCD كده، بيتحط فيها الصور بتاعة الصور بتاعة صور الجيني يعني، بس بشكل صغنطوط خالص، وابتديتي ان انت تلفيها. انا عملتها، انتوا بطئوا الحته دي هتلاقوا الدنيا تمام، بس انا عملتها ما كانش احسن حاجه، فاهميني؟ انا ابتديت ان انا اتني الورقه السودا كده، واقطع الجزء اللي فوق، والCD دي او الحاجه اللي شبه الCD دي المدوره، القطعه المدوره، ابتديت ان انا ارصص عليها، خلفتها بلون اسود، وابتديت ان انا ارصص عليها الصور الصغيره. وهنا ابتديت ان انا اجمع كل حاجات الالبوم، بس افتكرت في النهايه ان انا محتاجه ظرف تاني. انا ما بحبش اعمل الظروفه، انا ما بعرفش اعمل الظروف. المهم محتاجه ظرف صغنطوط احط فيه الستيكر، عشان في ظرف في الالبوم، في ظرف صغنطوط كده شبه الشفاف، شبه الورق الشفاف كده. الورق ده اللي انا مستخدماه اسمه ورق كلك، هو ورق بنشف بيه الخرايط، عارفينه اللي احنا بنستخدمه في المدرسه، اللي احنا بنشف بيه الخرايط، هو الورق ده اسمه كلك يعني. بس دي كل المعلومات اللي انا اعرفها. انا كنت بشوف بيه رسومات اللي انا بطرز عليها قبل كده برضو، فكنت بحتاجه كتير يعني. فلقيت عندي الورق لغايه دلوقتي، كنت جايباه من زمان فلقيتها لغايه دلوقتي موجوده عندي، فابتديت ان انا الزقها في الجلو ستيك، وابتديت ان انا احط فيها الستيكر، طلع شكلهم يجنن. وحطيت في الاخر فيها ستيكر مدور كده لونته وحطيته فيه. الجزئيه دي انا المفروض افتكرت بعد ما رجعت كده على الانبوكسنج اللي انا شفته على اليوتيوب للالبوم ده، افتكرت ان الCD متعلق اصلا في الفوتو بوك من الجنب التاني، مش الجنب اللي فيه الظرف، الجنب الفاضي. فابتديت ان انا اعمل الدايره دي الفوم الاسود، وابتديت ان انا الزقها. وهنا حطيت النقطه دي عشان الزق بيها الظرف بتاع الستيكر عشان يبقاش زي بالظبط. اصلا انا معرفتش انهي لون استخدمه، بس حسيت ان اللون الغامق شويه قريب من النبيتي ده، الغامق شويه قريب من اللون الالبوم، ف استخدمته. وبس كده نكون وصلنا لنهاية الفيديو بتاعنا أخيرا، وهو ان انا هجمع كل الحاجات اللي انا عملتها في الالبوم. اتمنى تكونوا استفدتوا من الفيديو ده. انا اسفة جدا لو سرعت الفيديو في نقطة ما، بس لاني الوقت الفيديو كان هيبقى طويل عن كده، وكنا هنقعد بقى ساعة، ساعتين، سنتين، 3 سنين عقبال ما الفيديو يحمل اصلا، لان النت مش احسن حاجة هنا عندي. وبكده نكون خلصنا الفيديو بتاعنا. اتمنى الفيديو يكون فاتكم. لو فاتكم بمعلومة صغنطوطة قد كده هوت، اتمنى تكونوا استفدتوا بالفيديو ده، واتمنى ان انتوا يعني تكونوا شفتوا الفيديو للنهاية عشان تكونوا مستفيدين بكل المعلومات، او واخدين كل المعلومات لمين بيها يعني. وبس كده الفيديو بتاعنا يكون خلص النهارده. لو عجبكم الفيديو ده متنسوش تحطوا لايك، تشتركوا في القناة، وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم اشعار بكل فيديو جديد انا بنزله في القناة. شكرا جدا 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 من القلب لكل حد بيشوف الفيديو ده للنهاية وبيحط تعليق، وكمان بيحط لايك جميل كده زيه. لو في اي حاجة عايزين تسألوا عليها او اشرحها لكم، اكتبوها لي في التعليقات وانا هعمل لكم يعني هرد عليكم. ولو محتاجين مني اي حاجة اكتبوا لي تحت في التعليقات. انا بحبكم جدا 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 جدا. وبس كده، شكرا جدا على تفاعلكم في الفيديو اللي فات. اشوفكم على خير في الفيديو اللي جاي. بس باي.